السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونبتدي الفيديو معانا. انا النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبدة القمر بالبصل والفلفل بقى وكده. تمام، خليكم معايا واحدة واحدة كده نشوف طريقة الكبدة الجميلة هنعمل ايه. ماشي، قبل اي حاجة احنا هنا معانا بصل مقطعاه شرايح. انا مكتره البصل شويه عشان احنا بنحب البصل الكتير. ومعايا هنا توم، ومعايا زبده، ومعايا فلفل الوان متقطع شرايح، ومعانا هنا حته ليا، ومعانا هنا الكبد والكلاوي نخليهم لوحديهم، وهنا الكبده متقطعه شرايح زي ما انتم شايفين. تمام، نعلي النار بس شويه. هنا هنحط كده مع في الطاسه بتاعتنا شويه زيت وحته زبده كده اختياري. لو عايزين تعملوها بالزيت بس ماشي، عايزين تعملوها بزبده بس ماشي، براحتكم. تمام، احنا هنسيبها تسخن كده كويس قوي مع بعض، وبعد كده نشوف الخطوه الثانيه هنعمل ايه. كده الزيت سخن معانا مع الزبده. هننزل بشرايح البصل كده. البصل اختياري، انا عن نفسي كل ما يعني انا شايفه ان كل ما بزود البصل في الكبده كل ما بتدي طعم حلو قوي. احنا عن نفسنا بنحبها، عايزه بصل اقل حطي بصل اقل. البصل ده اختياري يا جماعه، مش بحدد لك كميه بصل تحطيها. حطي بصل زي ما عندي عايز. احنا بنحب بصراحه البصل الكتير في الكبده. انتوا عايزين تحطوا بصل حطوا، وعايزين تحطوا اقل من كده. يعني البصل اختياري، كميه البصل اختياري. تمام، هنقلب كده البصل كله الزبده والزيت اللي احنا حاطينهم، وهسيبها تدبل كده شويه، وبعد كده نخش على الخطوه الثانيه. بس يا جماعه انا نزلت حته اللي كانت معايا. تمام، زي ما انتم شايفين كده يا دوب البصله دبلت معانا. وهنزل بحته الكلاوي والكبد، لا معلش، القلب والكلاوي الاول قبل الكبده. الاول قبل الكبده انا حته نزلتها مع البصله وهي بتتشوح. تمام، زي ما انتم شايفين كده، مش هقلب كتير لحد ما تاخد لون بس كده، وبعد كده اقلبها. بس ابتدت تاخد لون زي ما انتم شايفين كده، نديها بس تقليبه. تمام، بصوا لونها بقى عامل ازاي. تمام كده، نركنها برضو كده على جنب، وننزل بالفلفل بتاعنا. عايزه بقى تحطي فلفل سبايسي، عايزه تحطي الوان، اي فلفل عندك. قبل الكبده؟ قبل الكبده؟ قبل الكبده. هي بتسالني وتقول لي قبل الكبده. قبل الكبده. تمام كده، قلبناهم مع بعض. تمام كده، خدوا تقليبه مع بعض. ننزل بالكبده. على فكره يا جماعه الكبده ما بتتغسلش. تاني، الكبده ما بتتغسلش، لو اتغسلت هتزفر معانا. بنقطعها شرايح كده مع بعض. عادي كده. برضو الكبده ما تتقلبش على طول الا لما تبتدي تاخد لون من تحت، وبعد كده نقلبها. الطريقه دي سهله جدا وجميله جدا، جربوها هتعجبكم قوي. كل خطوه عملتها مهمه جدا في عميل الكبده، كل خطوه عملتها مهمه جدا. سامعين في سويت بره ده كده؟ ده صوت زين على ما اعتقد كده، بيضربهم بره في الاوضه جوه. بصوا الكبده ابتدت تاخد لون ازاي. ليه ما نقلبهاش كتير يا حلوين؟ علشان كل
يعني كتر التقليب فيها بينزل ميه كتير وبيعمل ميه كتير وبيأخر في سواها. احنا عايزينها جوسي كده وتبقى حلوه، يعني ما تبقاش فيها صوص كتير، فاهمني؟ يعني لو قلبتيها بتاخد وقت معاكي، كده مش هتاخد وقت معاكي. كده ابتدى اللون يتغير زي ما انتم شايفين كده. نديها تقليبه بسيطه بس لسه شويه برضو. احنا مع بعض كده واحده واحده. مش هنحط البصل على الكبده غير ما تقلقوش على فكره الناحيه دي ما تغير معانا من تحت ازاي برضو. بس كل شويه نديها تقليبه بسيطه كده، تقليبه بسيطه كده. بصوا بالراحه جدا بس هنسيبها تاني. تمام زي ما انتم شايفين كده خدت اللون بتاعها. نيجي بقى ايه، نعمل لها حفره كده وننزل بمعلقه الثوم بتاعتها. تمام بس عشان ما اقلبش كتير نحط بقى شويه فلفل اسمر. ريحه عايزه اقول لكم وهم. شويه ملح، عايزه اقول لكم لو الكاميرا بتطلع الريحه كانت طلعت لكم الريحه القمر دي. بس هنبتدي بقى نقلبها كده بالراحه. بطلي ربطي يا بنتي يا منى. البت منى عايزه تاكل كده. تحفه شيف الريحه ايه؟ الريحه ايه؟ شوف الريحه جامده. هتقع مننا بجد طمعان الصراحه. الكاميرا لو بتجيب ريحه يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده ابتدينا نعمل بقى السندوتشات القمر بتاعتنا بالكبده الجميله دي. ان شاء الله تكون النتيجه عجبتكم، الطريقه قصدي عجبتكم. هي الطعم عايزه اقول لكم لو الكاميرا يعني ظلمه الريحه الجميله اللي طالعه منها. ان شاء الله يكون الفيديو خفيف على قلوبكم واشوفكم ان شاء الله بخير باذن الله بفيديو جديد. لايك بقى وشير وسبسكرايب وان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم قوي ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.